هاي كده لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو. انا بشرى. الا كنتي اول مره غادي تشوفني دير لايك الفيديو، سبسكرايب، ويلا نبداو. طموحك كبير وقادر انك تحلم وتخيل حياه زوينه، ولكن فاش كتجي لارض الواقع مازال ما كيتبدل والو، مازال عايش نفس الحياه، مازال عايش نفس الظروف، مازال عايش نفس الروتين، ومازال ما درتي حتى شي خطوه باش تقربك ولا توصلك للهدف ديالك. هاد الفيديو ليك وغادي نهضر فيه بصراحه على حوايج تقدر ديرها، ولكن ماشي من داك النوع ديال النصائح اللي كتسمعوه دائما في السوشيال ميديا. الا وصلتي لمرحله الياس وكتحس راسك انك جربتي كل شيء ومع ذلك مازال ما وصلتيش للهدف ديالك، فكنصحك انك تكمل هذا الفيديو حتى الاخر، حيت انا هنا كنهضر معكم بحال خوتي، بحال الا كنهضر مع بشرى الصغيره اللي عندها 18 او 19 عام. كنهضر معكم من القلب، هادشي اللي غادي نقول لكم موجه من القلب. شي مرات النصيحه كتكون قاسيه وكتضر بزاف، ولكن انا ما جيتش باش نجرحكم ولا نقول لكم شي كلام خايب، جيت باش نقول لك فاق وواجه الحقيقه اللي غتسمعها في هذا الفيديو. غادي نهضر مع الناس الطموحين ولكن كسالى، اللي قادرين يحلموا ويتخيلوا الحياه اللي باغينها، ولكن ما كيديروا حتى شي خطوه باش يعيشوها. بغيت نقول لك واحد الحاجه مهمه، الله سبحانه وتعالى ما عمره ما غادي يخليك تخيل شي حاجه اللي مستحيل توصل لها. اي حاجه قادر تخيلها ربي قادر يحققها لك، والحاجه الوحيده اللي خاصك دير هي انك تسعى وتتحرك باش توصل ليها. راه ماشي كافي غير تحلم، خاصك تخدم. بغيتك تستوعب هاد الهضره باش نقدروا نمشيو عليها. اي حاجه قادر تخيلها هنا انت قادر توصل ليها، والا ما بقاش هذاك الحلم ديالك كيعطيك الحماس باش انك تفيق وتبدل حياتك، جرب العكس. كيفاش؟ انا غنشرح لكم. تخيل الأسوأ، بمعنى انه تخيل راسك عايش واحد الحياه قل من هاد الحياه اللي عايشه انت دابا. ما خدمتيش، ما قريتيش، ما خديتيش الباك، ما خديتيش الماستر، ما خديتيش ليسونس، ما خديتي حتى شي حاجه. واش كنتي غادي تكون راضي على هاد الحياه اللي قلت لك دابا؟ هاد الخوف هو اللي غادي يخدم بلاصه الحماس. انا شخصيا ملي ما كيبقاش عندي حافز كنتخيل اي حاجه غادي تخلعني، كنقول واش بغيت نعيش حياتي كامله هكا؟ واش بغيت نضيع عمري بدون معنى؟ واخا بشرى خليك بحال هكا وتخيلي راسك عايشه اسوأ من الحياه اللي عايشه انت دابا. ديك الساعه شنو كنتي غادي ديري؟ اشنو غادي ديري؟ والا ما لقيتيش اللي حفزك، قلبي على الحاجه اللي غادي تخلعك، حيت الحاجه اللي غادي تخلعك غادي تخليك تخدمي وتعطيك اكثر من داكشي اللي كنتي غتعطيه وانت غتخدم بحافز. واول حاجه خاصك دير هي مخك. مخك هو ما تخليش عقلك يتحكم فيك، انت تحكم في عقلك. فاذا لقيتي عقلك ما غاديش معاك كيف بغيتي، حاول انك تخلعه، فهو غادي يعطيك اكثر ما كان كيعطيك قبل. نعطيك واحد المثال. تبعوك الكلاب وهربتي، فانت وهربان من الكلاب كتمشي بواحد الفيتاس اللي ما عمرك انت براسك كتشوكا، كتقول واش هذا انا. انت ما كتبقاش عارف كيفاش قدرتي انك تجري بديك الطريقه، كتصدم في راسك. فنفس الحاجه ديرها حتى مع مخك، حاول انك تخوف مخك، تخلع مخك باش يعطي كتر اضعاف المضاعفه ديال انه يكون محفز. ديما قول انا نقدر نعيش كفس من الحياه اللي عايشها دابا، نقدر ندهور حياتي ولا ما نعرف الكفس الاكفس الكثر من دابا. بغض النظر انت شنو كتعيش في حياتك، حاول دائما تخيل الاسوأ. ما تبقاش جالس وتقول ماشي مشكل، راه الانسان كيمشي في الطريق الغلط، وما تبقاش تسنى حتى حياتك تولي سيئه عاد تحرك. ما تسناش، حيت الا ما تحركتيش دابا حياتك غتكفس كتر. شوف الانسان اللي كيبقى عايش حياته على نفس الوتيره واش عارف شنو كيوقع ليه؟ يكتئب. كيجي اكتئاب، حيت كيشوف راسو هو باقي واقف في بلاصتو، والناس اللي صحابو قراو معاه خدموا معاه ما عرفت اشنو فين وصلوا، وهو باقي في نفس البلاصه ما تحركش منها. كيتفرج فيهم كينجحوا وهو شنو كيدير؟ كيصفق ليهم، كيصفق ليهم. علاش؟ واش انت ما تستاهلش حتى انت تكون واحد من هادوك اللي كيصفقوا عليهم الناس؟ ما تستاهلش حتى انت تعيش واحد الحياه زوينه؟ علاش باغي تبقى
انت كيف ما انت وتبقى في نفس البلاصه. والا كنتي حساب لك راسك غادي تبقى في نفس البلاصه راك غلط، حيت اللي ما كيزيدش لقدام ما كيبقاش في بلاصتو، كيرجع للور. نفس الروتين كيبقى يتعاود، نفس الروتين كيبقى يتعاود عندك كل نهار. ولا تعاود عندك نفس الروتين كل نهار كيجيب الكآبه، كيحطم النفس والجسد وحتى العلاقات. كتولي ما باغيش تبقى تجلس مع حتى شي واحد، وحتى هذاك الواحد ما كيبقاش باغيك. نفس الاحساس متبادل، هذاك الشخص الناس ما كيبغيوكش وانت ما كتبغيش الناس. علاش؟ حيت بكل بساطه انت حياتك واقفه، ما غيستافدوا منك حتى شي حاجه. انا ما كنهضرش مع الناس اللي باغيين يديروا ولكن ليس باليد حيله، انا كنهضر مع الناس اللي قادرين يديروا وما باغينش يديروا. ما كنهضرش على الناس اللي باغيين يبدلوا حياتهم ولكن الظروف ما مساعداهمش، الظروف كلها ضدهم. عرفتي احساس خايب بزاف انك تكون انت اللي اختاريتي توقف حياتك، انت اللي اختاريتي تكون بحال هكا. عرفتي احساس كارثي. هنا الكارثه ديال بصح. خاصك تفهم هاد الهضره وخاصك تواجه الحوايج اللي انت كتهرب منهم. مثلا على سبيل المثال انك منين كتاكل بزاف كتنفخ لك كرشك وكتضرك وكتبقى ضارك نهار كامل. فالحل الوحيد شنو خاصك دير؟ هو انك تسد فمك، ما تبقاش تاكل، ما تبقاش تاكل اكثر من القياس. كسر الخواطر ياك. حسيت بها. ولكن كنقول لكم الصراحه، باش انك تتفادى المشاكل دير الحاجه اللي ما تبقاش دير الحاجه اللي ما خصكش ديرها. اولا مثلا كتقول علاش انا ديما عيان وانت كتنعس حتى الفجر وكتفيق حتى الخمسة د العشيه، وكتسول راسك علاش ديما فيا النعاس، علاش انا ديما باغي غير نعس وعيان. الجواب كاين في الحوايج اللي كتهرب منهم، الحوايج اللي ما خاصكش ديرهم. كون كنتي كتنظم وقتك وكتنظم نعاسك وكتنعس في الوقت وكتفيق في الوقت، ما كانش غيكون عندك هذا المشكل هذا. التحفيز ماشي دائما كيجي من الحماس، التحفيز شي مرات كيحتاج المواجهه. خاصك دير مواجهه مع راسك، تجلس انت وراسك وتسول راسك شكون انا في هذه الحياه، شكون انا، شنو خاصني ندير، شنو مطلوب مني ندير. وهنا غنطرق لواحد الحاجه اللي مهمه بزاف في حياتنا. عندنا الغايه وعندنا الهدف. والغايه هي الحلم الكبير ديالك، الحاجه اللي بغيت تحققها. والهدف هو هذوك الخطوات الصغار اللي غادي يوصلوك للغايه ديالك. مثلا الغايه ديالك انك تكون غني، تكون عندك الفلوس. والهدف هو انه خاصك تخدم، تجمع الفلوس، تستثمر باش تقدر توصل للغايه ديالك. راه الحياه كتمشي هكا خطوه بخطوه، ماشي كتنقز وصافي وكتوصل. تبداش باهداف عملاقه من الاول، راه حنا ما كنتزادوش كبار، كنتزادو صغار. كتولد صغير وكتبقى غادي وكتكبر بشويه 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 حتى كتولي راجل وحتى كتولي مراه. قول انا بغيت نوصل لهاد الحاجه، ونبدا باصغر حاجه نقدر عليها، باقل حاجه نقدر عليها. ما تبداش بالسرعه، اي حاجه كتبدا بالزربه كتسالي بالزربه، ما كتدومش. خود وقتك، ماشي ضروري تبدا وانت فاهم كل شيء. راه عادي تبدا وانت ما عارفش راسك فين غادي، وانت تايه وانت تالف. عادي، وممكن تفشل في البدايه، عادي. اي واحد كيبدا شي حاجه جديده ما كيكونش عارف كاع التفاصيل ديالها، ولكن حنا انسان كنتعلموا كنطوروا من راسنا. اهم حاجه يكون عندك هذا خفيف، يكون عقلك خفيف وكتبغي تتعلم وكتسمع الهضره. طالما كتحاول راك ما فشلتيش، هذه خذها كقاعده. طالما كتحاول وكدير مجهود على واحد الحاجه راك ما فشلتيش. امن براسك انك غادي توصل. ممكن ماشي اليوم وماشي غدا وماشي بعد غدا وماشي العام الجاي وماشي الشهر الجاي، ولكن غادي يجي واحد النهار وغادي توصل للهدف ديالك. هي فقط مساله وقت. ما تحطش 100 هدف وتضيع وقتك وجهدك وطاقتك. حط هدف اولا زوج اللي قادر انك توصل ليهم، ومن بعد ملي تحس براسك وليتي منضبط وليتي قادر انك دير 10 د الحوايج في دقه واحده، ديك الساعه حط حتى 100 هدف. شكون حبسك؟ انضباط كيجيب الممارسه، وكل مره كتولي قوى من قبل. وزيد واحد الحاجه مهمه، ما تحاولش تسيطر على كل شيء، حيت كاينين شي امور غادي يفلتوا من بين يديك، ما غتبقى عارف ما دير. وهذا الشيء ما خصوش يبرزطك اولا تبقى مقلق وهز في قلبك، حيت ربي يقدر يكون ربي يحط لك لي زوبستاكل في طريقك باش يبدل لك الطريق.
حيت ربي ما بغاكش تمشي في ديك الطريق، بغاك تمشي من هاد الطريق. الا تعبتي وسعيتي ما عمر مجهودك ما غادي يضيع هباء منثورا. تاكد انه غادي يجي واحد النهار وغادي تبان لك النتيجه ديال داك السهر اللي كنتي كتسهر، ديال القرايه اللي كنتي كتقرا، ديال الخدمه، ديال اي حاجه كنتي كديرها، غادي تشوفها قدام عينيك مضاعفه. ما تبقاش توقف غير عند الحوايج اللي ما مشاتش كيف بغيتي. استمتع بالرحله اللي غتوصلك للحلم ديالك. استمتع، ما تنساش تفرح حتى بهاد الطريق اللي انت فيها دابا. استمتع بكل لحظه، بكل ثانيه، كل تجربه. حتى انا شي مرات كنسى نستمتع في الطريق اللي كنكون فيها. شي مرات كنبقى مركزه غير على الهدف ديالي وكنسى نستمتع باللحظه اللي كنكون عايشاها. فدابا كنفكركم وكنفكر راسي ان نستمتعوا باي لحظه كندوزوها في هذه الحياه، حيتاش كتعرفنا على راسنا وكتعلمنا بزاف ديال الحوايج. بغيت نقول لكم واحد المثل اللي كيعجبني بزاف، كيقول الا كان عندك احتمال ولو غير 1% ديال انه الحلم ديالك يتحقق، تثبت فيه، شد فيه بايديك ورجليك، حيت في النهايه غادي تقول بعدا انا حاولت، درت مجهود وما خليتش الخوف يربحني. لان الخوف من التجربه هو العجز الحقيقي. الفشل ماشي هو انك تخاف من واحد الحاجه باغي ديرها انها ما تنجحش ليك. الفشل هو انك ما تجربش اصلا. الفرق بين الناجح والفاشل هو انه الناجح ما استسلمش. الناجح راه ما كيعنيش انه ما فشلش، راه فشل مليون الف مره، ولكن ما استسلمش. كل مره كان عنده واحد الحاجه كتقول ليه كمل، راك غادي في الطريق الصحيحه. والفاشل شنو دار مسكين؟ عيا وشد الارض. اسمع السي محمد، الا كان عندك شك ولو غير صغير كيف قلت لك قبيله، ولو غير 1% ديال ان الحلم ديالك ممكن يتحقق، شد فيه. تقدر ما تنجحش بهذه الطريقه، ولكن تقدر تنجح بطريقه اخرى اللي انت مازال ما اكتشفتيهاش اصلا. الفرص كتمشي والايام كدوز، وغادي يجي واحد النهار وغادي تقول كون غير حاولت، كون غير درت هاد الحاجه. هاد الانسان اللي كتهضر معاكم دابا دوز هاد الاكسبيريونس، وحاليا كنقول ما غاديش نقول لكم رجعت بيا ليام اللور ما كنتش غندير كنت غنختار ندير هاد الحاجه، ولكن كنآمن بان الانسان كيتعلم من اي اكسبيريونس دوزها في حياته. فإلا كنتي ما كتعلمش من اي تجربه دوزتها في حياتك، خاصك تعرف انك مفقود فيك الامل. واخا الحياه صعيبه واخا التعب كاين، الانضباط هو السر. الانضباط كيقلب الموازين، هو اللي كيوريك الفرق ما بين اللي كيتمنى واللي فعلا كيدير. والله العظيم شوفوا البنات، دابا غنهضر من وجهه نظر انثويه. غيجي واحد النهار وغادي تزوجي، غيوليو عندك وليدات، غيولي عندك هادي وهادي، وتولي عندك مسؤوليات ما تكونيش مساليه. فخاصك تربي ولادك وتكبري وليدات اللي سليمين نفسيا قبل من جسديا. ما غيكونش عندك الوقت باش انك تحققي الحلم ديالك. فعارفي انك توازني ما بين هادي وهادي. حقي احلامك قبل ما توصل لهاد المرحله ديال انه يكونوا عندك ولاد، وفاش يكبروا شويه وصلوا للعمر ديالك يقول لك ماما شنو كنتي كديري فاش كنتي بالعمر ديالنا. وديك الساعه ما تعرفي باش تجاوبي شنو الحلم ديالك، شنو كان عندك، شنو الحوايج اللي درتيهم فاش كنتي في العمر ديالنا. ديك الساعه غتعرفي تجاوبي، غتقول لي انا كنت طموحه، كنت انسانه طموحه، كانوا عندي، كنت كنحلم. واخا داكشي اللي كنحلم به كان صعيب انني نحققه، ولكن كنت كنسعى، كنت ما كنستسلمش. فيقوا وعرفوا شنو خاصكم تعاودوا لولادكم عليكم. فتخيل انه والديك كيعاودوا لك قصص اللي دوزوهم شحال هادي وهما صغار، وانتم ما كتستغربوا وما كتيقومش، كتقول لي واش بصح درتي هاد الحاجه، يعني كتستغرب. فحتى نتوما خليو عندكم واحد القصه زوينه اللي تعاودوها لولادكم في المستقبل. الا ما كانش على قبلك فخليه على قبل ولادك. من حد باقي عندك الوقت، حاول انك تخدم على راسك باش تحقق الاهداف ديالك، باش ما يجيش واحد الوقت من هنا لقدام وتقول كون غير جربت، كون غير درت، كون غير حاولت. من حد باقي عندك الوقت، حاول انك دير داكشي اللي شحال هادي وانت كتاجل فيه. فالمستقبل كيتبنى بالافعال الصغيره ماشي بالنوايا. كنتمنى تكون استفدتي شي حاجه من هذا الفيديو، وتكون حسيتي بهذيك اللطشه اللي تخليك انك تبغي تبدل حياتك. الوقت كيجري وما يستاهلش انك تضيعه
وانت ما درتي والو. ما غاديش يجي واحد اخر ويضربك على كتافك ويقول لك فيق راه حياتك هذه خصك دير فيها شي حاجه. كلشي كيهتم بمستقبله وكيهتم براسو، وانت الوحيد اللي غادي تهمك نتيجتك وحياتك ومستقبلك. بغيت نقول لك رساله اخيره، ما كاين حتى شي حلم بعيد. الحاجه الوحيده اللي خاصك دير هي انك تبدا وتواصل وتثق في راسك وتثق في الله تبارك وتعالى. الى وصلتي حتى لهنا بغيت نقول لك شكرا على وقتك الذي لا يقدر بثمن. ما تنساش دير لايك، سبسكرايب، وتابعوني الانستغرام تخلي لكم هنا، تما كنخلي فيديوهات قصيره على هنا. نشوفكم في فيديو جديد وحسن من هذا. خليتكم على خير. قبل ما نقول لكم باي باي، كتبوا لي شنو هو الموضوع اللي بغيتي نهضروا عليه في الحلقه الجايه، في الفيديو الجاي. شنو هو الموضوع اللي بغيتو نهضروا عليه؟ يلا خليتكم على خير. باي باي. I love you.